انا كنت فاكر ان اسوأ مباراة للاهلي هي ماتش انبي. اكتشفت ان الاهلي ليه سلسلة مباريات شكلها مستمرة في الاسوأ. تقريبا هو بينافس على جايزة اسوأ ماتش. النادي الاهلي اللي انا وانت واي حد شايف ان الاهلي كسب 6 هنا في القاهرة، هيروح هناك اقل واجب هيكسب 2-3، يعني مع الرأفة كمان. ما كناش متخيلين ان النادي الاهلي هيروح بالاداء دوت، بالذات ان انت جاي من ماتش انبي متعادل. فانت الطبيعي ان انت عايز تروح. انا في غل في دماغي عايز اطلعه. انا مش شايف غير ان انا اكسب عشان خاطر اطمن جمهوري، والعب كمان بروح كويسه، والعب باداء كويس عشان خاطر اقول للجمهور ده الاداء بتاعي. الماتش اللي فات كان فجوه كده وخلاص وعدت على خير. انما اللي احنا اكتشفناه ان الاهلي مش ده اول ماتش ليه كان انبي، ولا شباب بلوزداد ده تاني ماتش سيء ليه. اكتشفنا ان من ساعه السوبر الافريقي بتاع الزمالك الاهلي في النازل، اقسم بالله، بره عن الانتماءات وبره عن الالوان. النادي الاهلي حرفيا كسب السوبر المصري باي لك. والبطوله دي يعني بسببها تقريبا كولر كمل، لان كولر كان لو خسرت بطولتين في شهر كان ممكن يمشي ويسافر. انما دي البطوله اللي قعدته. واعتقد كولر مش هيكمل مع النادي الاهلي. اعتقد ان كولر بالاداء اللي هو عمال يعمله ده خلاص، كولر طلع كل حاجه عنده. مفيش ابتكارات، مفيش حاجه جديده. شباب بوليسداد اللي هي مش البعبع بتاع افريقيا بتكسبك 1-0، وبسبب يعتبر حارس مرمى مصر الاول، بسبب الشناوي. اللي لو مصطفى شوبير واقف اقسم بالله ما هتدخل. اقسم بالله ما هتدخل لو مصطفى شوبير واقف. ده الف ب ده انا مش حارس مرمى وهي الكرة جايه وضعيفه. بدل ما اعملها كده، يعني بدل ما انا اعملها كده وتبقى بالمنظر ده كده، دي هتبقى اقوى. هتعمل كده على الاقل هتطلع يمين او شمال جامده، انما ما تنزلش على ال 18 بالمنظر دوت. وكوكا كمان واقف بيتفرج. يعني المنظر اللي انت شايفه دوت وكوكا حاطط ايده ورا ظهره، ده ايه المنظر ده؟ ايه اللي كوكا بيعمله ده اصلا؟ هو في ايه يعني؟ هو كان مذنبه؟ يعني دي ثبت صنم مثلا فهو واقف عامل كده مش عايز يتحرك؟ مش فاهمين ايه الفكره. يعني مش باستثناء مثلا ان خالد عبد الفتاح وحش، كوكا وحش، لا لعيبه الاهلي مهزله. رامي ربيعه، ايه ده؟ هي ده التيم اللي واخد افريقيا؟ يعني ده التيم اللي لسه كان واخد دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت؟ لا ده في تغير رهيب. حسين الشحات ناسي الكوره. انا مش فاهم فين لعيبه النادي الاهلي. ازاي اصلا نخسر يعني ازاي الاهلي يخسر في الوقت ده اللي هو الاهلي معروف بيه ان هو ملك ال90، مش العكس. لا والواد رايح يحتفل ويعمل لك، انت بتعمل ايه يا كابتن؟ انت واخد 6 هنا. يعني انا عايز اعرف انت جايب الثقه منين انك تعمل كده وترقص وانت واخد 6 هنا؟ يعني ده انت تتكسف. انت الرقم ده المفروض يعيشك في كابوس. انت تعمل الحاجات دي لو انت كسبان 4، كسبان 5، 3 يا عم، لان بالنسبه للنادي الاهلي 3 تقيله عليه. انما ده 1-0، فمش مستدعي الفرح اللي انت عامله ده يعني. بصراحه مباراة من أسوأ المباريات بتاعت النادي الأهلي، وشكل السلسلة بتاعت أسوأ مباريات مستمرة مع النادي الأهلي. أنا كنت فاكر هو ماتش واحد وخلاص على كده، لا اكتشفنا إن الأهلي كل مدى في الأسوأ، كل مدى هو في النازل. المفروض الأهلي يستعيد روح الانتصار، يستعيد روح الفانيلا الحمراء اللي معروفين بيها. بره عن الألوان وبره عن أهلي وزمالك، النادي الأهلي بيمثل مصر. فالمفروض إن إحنا نقف جنبه وندعمه في حاجة زي كده. النادي الأهلي حرفيا يعني لو خسر او اتعادل الماتشين الجايين فهو في خطر، ممكن يطلع، يعني ممكن ما يصعدش. يعني ده عايز حسبه كده. المهم ان هو لازم يكسب، لازم يكسب عشان ما ممكن يفنش تالت بالمنظر ده. اورلاندو قريبه وشباب بلوزداد تحتيك، فانت لازم تكسب. تعادل مفيش بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. اتمنى النادي الاهلي يستعيد روح الانتصار. اتمنى كولر يقعد مع نفسه يراجع نفسه، ايه الاخطاء المهوله اللي هو عمال يعملها دي. اللعيبه تقعد مع نفسها. اصل انتوا مش في نادي الزمالك مثلا متاخر عليكم مستحقات، النادي في كوارث. لا انتوا عادي في يعني احسن نادي استقرارا في افريقيا. فانتوا عايزين ايه تاني؟ بصراحه مش عارف لعيبه الاهلي عايزه ايه من النادي ومن الجماهير. بس اتمنى يراجعوا نفسهم في حاجات كتير قوي.